قبائل وحقق انتصارا وأي انتصار. القوة والاندفاع والرغبة في الانتصار خصائص تجلت في فريق الإنسان ضمن المباراة التي جمعته بفريق شبيبة تيزي وزو الذي بدت عليه ملاعب التعب وعدم الانسجام منذ الانطلاقة. فريق لم نتعود عليه في مثل هذا الحال، مما سمح للمحليين بفتح باب التسجيل في الدقيقة 8 عن طريق اللاعب زواق بضربته الرأسية المحكمة بعد تنفيذ المخالفة. هدف ل0 والمقابلة تتواصل والشبيبة تتعثر للمرة الثانية في الدقيقة 18 جراء هجوم معاكس للوداديين الذين عمقوا الفارق عن طريق اللاعب بناي. هدفان ل0 والفرص تضيع من طرف عناصر الوداد الذين كادوا أن يعمقوا الفارق ويضيفون أهداف أخرى أمام فريق الشبيبة الذي عانى خلال هذه المرحلة. المرحلة الثانية استيقظ فيها الزوار وحاولوا الوصول لشباك الوداد، لكن الدفاع أبعد كل الكرات وحولها لهجمات عكسية لتعميق الفارق وضمان نقاط المباراة. الحظ يبتسم للوداد للمرة الثالثة في الدقيقة 80 عن طريق اللاعب البديل غزالي الذي سجل الهدف الثالث. وفي الدقيقة 88 الحكم يعلن عن ضربة جزاء للشبيبة استطاع من خلالها اللاعب مقداد تسجيل هدف الشرف. المباراة تنتهي لصالح الوداد بنتيجة 3 أهداف لهدف واحد.